يا رب لقد ضعفت ولا غيرك يقويني، ولقد يئست ولم أفقد فيك يقيني، ولقد ضللت ولا سواك يهديني، ولقد غرقت وأنت وحدك منجيني. يا رب اجعل عفوك عني دائم، ورضاك علي قائم، واجعلني من الذنوب نادم، ولباب توبتك قائم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام وسعادة وراحة بال يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. يا رب ربنا يطمني عليكم دايما ويخليكم ليا يا رب، وتفضلوا جنبي ومسانديني وما يحرمنيش منكم أبدا. وشكرا على الكومنتات الجميلة وسؤالكم عليا، أنا بحبكم جدا جدا، ربنا يخليكم ليا يا رب. بصوا كده بقى ايه، انتوا فاكرين الفراخ اللي انا كنت مربياها؟ مش كان في فراخ كده كنت جايباها قلت لكم ما كانتش بتكبر وكلام من ده؟ كانوا 6 فرخات كده وصغننين قد الحمامية، ما كانوش عايزين يكبروا اكتر من كده. فدول اللي انا هطلعهم النهارده كده وهعملهم معاكم ايه، هحشيهم رز وهعمل عليهم ايه اكل، يعني هطبخه كده النهارده بقى الاتنين. فطبعا انا صايمه انا وحبيبه، فكده انا خرطت 3 بصلات حطيتهم بمعلقه سمنه على البوتاجاز، حمرتهم وجبت الكبد والقوانص بتاعه ال6 فرخات كده، قطعتهم زي ما انتوا شايفين ونزلتهم على البصله. فبقلبهم كده شويه ياخدوا لهم كده زي تحميره في قلب البصله. تمام. واروح غسله لهم قد ايه، قد مج كده رز. حطيت كده حبه ملح، احط حبة كمون صغيرين، حبة فلفل اسود. تمام. وهبتدي اقلب برضو تاني، هفضل استمر في التقليب شوية لغاية ما العصارة بتاعتهم كلها تنزل خالص وتنشف اهو كده. هفضل مستمرية في التقليب معاكم كده. اكون بقى ايه، انا غاسلة الرز ومحضراه اهو كده اهو. هفضل كده مستمرية لغاية ما يعني انشف العصارة بتاعتهم خالص، ما يبقاش فيها اي مية خالص الكبد والقوانص، وانزل عليهم بقى ايه بالرز اهو كده. اقضي مج رز، اقلب بقى، استمر برضو في التقليب لغاية المية بقى بتاعت الرز اللي هي غسلت. طبعا الرز لما بيكون مغسول يا جماعة بينزل برضو ايه حبة مية كده، فاهمني؟ ميته تنشف زي ما بنحط الرز على الشعرية ونفضل نقلب كده لغاية ما ميته تنشف اهو زي كده، عشان بس ما يتلتش لما احط له ميه. يعني هحط له قد ايه ميه؟ هحط له قد نص مج ميه، لان انا مش هسويه على الاخر. اولا عشان الفراخ بتاعتي فراخ من الصغيره مش هتاخد سوا على البوتاجاز، فانا هسوي الرز ده 3/4 سوا، عشان يا دوب على قد نزول الفراخ في قلب الميه تقوم الفراخ تستوي والرز اللي جواه يقوم يستوي. فاهمني؟ بس كده كده اهوت. انا يعني حطيت لها الميه وغطيته وسبته ووطيت عليه، لان انا مش حاطه ميه كتير. بصوا كده انا حسيت ان هو ني قوي قوي، يعني انا لو حشيته على كده حاسه ان هو الفراخ هتستوي وهو لسه، فحطيت له حبه ميه تاني وهوطي عليه واغطيه. انا كده بقلبه كويس عشان الايه، عشان اللهم صل على النبي، عشان اللي لازق في القعر. بصوا كده هو سخن وبيطلع دخان اهو. ده كده انا كنت سايباه شويه كمان عشان يبرد كده. دي الفراخ بقى بعمل ايه، بجيب الفرخه، اخد رجليها، اروح مكتفاها يعني منزلاها حطاها في الخلفيه بتاعتها واروح حتى مطلعه رجلين منها. فاهمني؟ انا عندي بقى ايه، مفرغه الجلد اللي هو الجلد بتاع الفرخه من عند الصدر، مفرغاه لغايه الرقبه. بصوا كده انا بحشي من بين الجلد وما بين الصدر، بحشي كده واودي بصباعي لغايه مكان الحوصله بتاعت الفرخه، مش قدام كده من عند الزور، بملى عند الزور برضو، وبحط برضو بس مش بملى زيادة عن اللزوم لدرجة ان الرز لما يزيد يروح مفرقع الفرخة، ما الفرخة ممكن تفرقع.
في الشوربه وتروح تنزل كل الرز اللي انا حطيته ده. فانا يعني مش بدك مش بحشر الرز كتير فيها، لا، بحط في قلبيها الرز واكتفها واجيب ايه، اروح جايبه جناحها لورا. بصوا كده، بحط ما بين الجلد وما بين الصدر، يعني الصدر بتاع الفرخه والجلد بتاع صدرها كده. بصوا بودي بقى الرز على فين، على الرقبه من فوق كده. انا طبعا لما جيت انضفهم، طبعا انا منضفاهم وعامله فيديو بتنظيفهم. اما جيت انضفهم انا اللهم صل على النبي، شايله الحوصله عن طريق بطنها من تحت، وشايله الزور عن طريق بطنها من تحت. فانا ايه ظبطاها، يعني ان انا عامله حسابي ان دول هيتحشوا، لان دول مش هيتسلقوا، لان دول حشو يعني صغيرين عاملين زي الحمام، فدول بتوع حشو يعني. وانا عيالي بيحبوا ياكلوا من ايدي بصراحه الايه، الفراخ اللي هي المحشيه دي قوي قوي، بيحبوها قوي. ده كل ما اجي اعمل اكل حبيبه تقول لي يا ماما طلعيهم واعمليهم، يا ماما طلعيهم واعمليهم. اهو كده احشي كده واروح مكتفاهم. وعايزه اقول لكم كمان، لما جيت انضفهم، ساعه ما ذبحتهم وجيت انضفهم، كنت اللهم صل على النبي ما كنتش بفتح الفرخه جامد بالسكينه من تحت، عشان ما تبقاش واسعه، عشان الحشو ما ينفعش تتفتح فتحه كبيره. كده خلاص خلصت كده. كده انا حاطه الميه على البوتاجاز طبعا، عشان على محشي دولت تكون غلت، فعلا غلت. هحط لها بقى ايه، حبه كمون وحبه ملح وحبه فلفل اسود. ليه الكمون؟ انا قلت لكم انا بحب احط دايما في الشوربه حبه كمون، لان الكمون مريح للمعده يا جماعه والبطن وكده. اهو كده اهو. هنزل بقى الفراخ. بصوا الفرخه اللي بحسها ان هي ضيقه شويه ومش مفتوحه، بروح ايه منزلها، حطيتها في الحله من تحت. اللي هي مفتوحه شويه من فوق او فتحتها واسعه شويه، بروح ايه مخليها من عند رجليها اللي فوق ومنزلها لتحت، يا دوب البخار يروح ايه لامم اللحمه على بعضه، بيخليه يكش زي الممبار كده. بعد ما تكش اروح منزلها فين، في قلب بتاع. طبعا كده انا جبت الملوخيه اهو، طبعا كنت مقرطفاها وغسلاها وسبتها تتصفى. انا بس والله كنت بضطر انا ما اعملش معاكم كل ده على الحلقه، في الحلقه ان انا ارطف معاكم واخرط معاكم، عشان ده بياخد وقت طويل والحلقه مش هتتحمل، يعني مش عايزه اطول لكم في الحلقه، مش اكتر والله. بصوا كده بقى، كده بقى بخرط معاكم الملوخيه. حبيبه بنتي بقالي دي تاني مره ابعتها تروح تشوف لي تجيب لي ملوخيه خضراء، ما تلاقيش. يا حبيبه في ايه الدنيا؟ تقول يا ماما شكلها الملوخيه ما بقتش في السوق. ندمت قوي قوي يا جماعه ان انا ما خزنتش ملوخيه. الكل قال لي خزني، وانا قلت مش بعرف اخزنها، هجيبها وارطفها واتعب فيها وادفع فيها فلوس والاخر تبوظ مني. بصراحه كنت خايفه انها هي ايه تبوظ مني، الملوخيه اعملها وتبوظ مني، لان في حد كذا حد خزنها ويقول لي ما كانتش حلوه، ما كانتش حلوه في التخزين. ما اعرفش دي بقى ليها دعوه بطريقه التخزين ولا ده ايه. يعني اختي قالت لي انا جبتها قبل كده وقرطفتها ونزلتها في شويه ميه سخنه وصفيتها وحطيتها في كيس، حطيتها في الفريزر، فبتطلع متجمده، بتضربيها في الكبه او في كده في الخلاط وتروحي عاملاها. بقول لها بتبقى حلوه، قالت لي انا بصراحه حلوه، كانت حلوه وقتها. قلت لها لو كنت قلتي لي بقى، انت جايه تقولي لي بعد الموسم بتاع الملوخيه ما خلص وما بقاش فيه ملوخيه. كده بقى ايه، انا حطيت مرق الدجاج في قلب الحله اللي على الحرف دي، على حرف البوتاجاز. حطيت فيها مكعب مرقه، واحط كده الشوربه، ننزل الملوخيه. طبعا كده احنا صايمين النهارده زي ما قلت لكم، والمغرب لسه بدري وكان العصر لسه ما ادنش، فقلت ايه إن العصر كان لسه يا دوب يعني مأذن، فقلت لسه بدري. فروحت قلت ايه انا انزل الملوخيه، اعمل الملوخيه واعمل الفراخ. عشان الفراخ احمر بصل زي ما انتم ما شفتوا، واقليه واعمل رز واحشي واسلق، فالفراخ هتاخد مني حكايه شويه.
فقلت ايه اعمل الملوخيه، ارطف الملوخيه واغسلها واخرطها وانزلها في الشوربه، واعمل الفراخ، واخلي بقى ايه طشه الملوخيه وعمايل الرز على قبل المغرب ايه بنص ساعه كده او ساعه الا ربع، ابتدي ايه اعمله. احط الرز على البوتاجاز وابتدي اعمل طشه الملوخيه. فببص لقيت الوقت جري مني وفرط مني خالص يعني، ما حسيتش بصراحه كده. طبعا كده نزلتها اهو. ابتديت هنا بقى طبعا الاستاذه حبيبه اعملي لنا الكيكه بالشوكولاته زي ما كنتش عامله لنا يا بنتي، دي قالت لي وبالله عليك يا ماما تعملها لنا. انا بسهر بالليل وكده وببقى نفسي رايحه لاي حاجه حلوه، واحمد رخر لما بيلاقيكي عامله حاجه حلوه بيطلع وبياكل والله يا ماما. قلت لها معيش فلوس عشان ما اعملش. راحت لقيتها راحت جابت الكاكاو وراحت جابت دقيق وجت وبيض وقالت لي اعملي. قلت لها طيب. طبعا انا كده مش هعمل الفطار دلوقتي، الرز قصدي وطشه الملوخيه خليتهم على يعني على اذان المغرب كده قبل المغرب بشويه. فقلت اعمل انا بقى ايه الكيكه. نزلت كده كوبايه سكر، ونزلت كوبايه بتاع دوت كوبايه سكر كوبايه لبن، وحطيت معاها الفانيليا وحطيت الكاكاو وايه وهلف بقى الخلاط الكب عليهم لغايه ما ادوب السكر معاكم. كده بقى افضل مستمره في الضرب لغايه ما ادوب السكر. عايزه اقول لكم انا عملتها المره اللي فاتت والمره دي معرفش الصيام كان منسيني كل شيء في الدنيا. جيت اعملها ببص الاقيكم اقول لها يا بنتي طب تقول لي يا ماما انت حطيتي الكاكاو ليه؟ قلت لها امال ايه طيب؟ تقول لي لا يا ماما انت بتدوبي السكر الاول باللبن وبعدين تحطي الكاكاو. قلت لها يا شيخه، قالت لي اه والله. قلت لها والله بقى يا حبيبه زي ما تيجي هيبقى حلو هيبقى حلو. وما شاء الله هتشوفوها اهو، بصوا الكاكاو الكاكاو بقى تقيل اهو. راحت جابت لي ب20 جنيه كاكاو الأستاذة حبيبة، وراحت جابت نص كيلو دقيق، وجابت بيضتين وفانيليا وبودر وجد. طبعا الباقي ده اللي في قلب الكبة دوت هحط عليه بقى ايه قد مج لبن اهو، وهحط عليه بقى دقيق. انا بحط كده يعني يعني كده بالبركة يعني، بس انا عارفة يعني ان كده كفاية. فهعملها معاكم دلوقتي وهتشوفوها. وعايزة اقول لكم والله العظيم طلعت تحفة، طلعت تحفة حرفيا. بصوا كده حطيت اهو البيضة وحطيت الدقيق وحطيت اللبن على بقية الكاكاو والبيكنج باودر كيك شيف اهو. بنزل كده الشوكولاتة اللي على الحرف دي، ما عنديش سبانش بقى، عايزة اجيب واحدة والله اهو. كده ابتدي اضرب بقى، نفضل نضربها 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 ضربة مبرحا زي ما بيقولوا اهو. تمام كده حبيبه بقى ايه، ندهت عليها من بره قلت لها شغلي الفرن اول ما ابتديت اعملها عشان يسخن على ما اعمل الايه الكيكه. طبعا هجيب الصينيه حطيت لي فيها حبه زيت بالفرشه، الفرشه اللي بنعمل بيها دي، وراحت ايه وراحت حاطه حبه دقيق. قلت لها اعملي لها عشان اخلص بسرعه عشان الفيديو ما ما الحلقه ما تطولش، عشان انا بعمل فيها كذا حاجه كده هتطول مني. قالت لي حاضر. طبعا في حبه لبن خليتهم عشان عارفة ان الكاكاو لما بيقعد شوية بيتقل تاني وهتشوفوه. فانا هروح حاطة الكاكاو في قلب الايه في قلب الجزرولة اللي هي بتاعت اللبن عشان فيها حبة لبن، واروح مقلباهم عشان ايه افكه شوية. بص كده اهو صفيت بقى الكيكة. كانت جميلة، عايزة اقول لكم والله بجد كانت جميلة. حطيتها كده في الفرن. جيب بقى جزرولنا، رحت حاطه في قلبها. بصي تقل ازاي، شايفينه تقل ازاي؟ مش بينزل بسهولة من المج، شايفين؟ هنلفه بقى اقعد اقلبه كده باللبن عشان عايزه اخففه شويه، عشان عايزاه ينزل في الكيكه يقوم الكيكه تشربه، ما يبقاش من تقله مغلف الكيكه من بره. انا عايزه الكيكه تشرب من الشوكولاته، لان انا مش عايزاه يبقى مغلف الكيكايه من بره وما يبقاش جواها حاجه، فاهمني؟ كده اهوت انا خففته شويه وهركنه بقى كده. عايزه اقول لكم المغرب اتدنت. انا في بلح وقفت رحت فطرانه منه انا وحبيبه، خدت بلحتين وحبيبه خدت بلحتين. كده انا فصصت التوم بتاع الملوخيه. التوم ده ناشف قوي، مش ناشف يعني جفف، لا هو حاسه جلت كده شويه عشان خلاص هو يعتبر فضي. المفروض ان التوم الجديد قرب ينزل.
لما التوم الجديد بيقرب ينزل بتلاقي التوم القديم اللي عندكم ابتدى يفضى، وانا ده ابتدى يفضى فعلا، والمليان فيه تحس انه بيتدق في الهون بالعافيه كده، مجلد شويه. كده بقى ايه، هحط اعمل الطشه. المفروض حطيت الرز على البوتاجاز ورحت عامله الطشه، بس انا ما اعرفش الموضوع جه معايا ازاي، بقول لكم دماغي كانت لفه لفه غريبه. مش عارفه ليه. بصوا كده اهو. كده بقى انا بعمل الطشه بتاعت الملوخيه. النهارده قمنا الصبح انا وحبيبه، فطرت الاستاذه عيشه، طبعا هي فطره واحمد فاطر، رحنا إيه الاتنين فطروا. وقمنا كده الشقه طبعا من امبارح، يعني بصراحه انا عندي العيال ما بيبهدلوش. مسكت الشقه كده انا وحبيبه راحت يعني روقناها. هي ما فيهاش حاجه يعني بصراحه، نظيفه يعتبر من امبارح. والبطاطين اللي احنا متغطين بيها حطيناها في الشمس شويه ورجعنا طبقناها. وفي غسيل كنا مطلعينه من الغساله نشرناه. وقلت لها هبتدي بقى اعمل الاكل يا حبيبه، عشان ايه ما الاقيش اليوم جري مني، وفعلا والله وانا بعمل الاكل المغرب اتدنت علينا وفطرنا ببلح في المطبخ. بس كده اهو. حمر بقى التومية واروح ايه طشه بيها الملوخيه، واجيب بقى الحله احط فيها حته سمنه كده واعمل الرز على طول. عايزه اقول لكم انا المفروض جايبه حته واحنا بناكل، صورت واحنا قاعدين بناكل، اخويا راح رانن فصل الفيديو ضيع الحلقه، معرفش راحت فين. قعدت ادور عليها الحته ديت وانا بحمل الفيديو وانا بمنتج، ما لقيتهاش ابدا، معرفش راحت فين. هوريكم الملوخيه بقى وهي بالتومه. قربوا قربوا كده قربوا، بصوا اهي. بس كانت زي العسل والله، شويه ملوخيه كانوا زي العسل. وزنا لي كيلو ملوخيه حبيبه، لقيته لكم يعتبر تلات ارباعه عروش اللي هي الفروع بتاعته دي، مفيش. طلعت منه بتاع 3 اطباق ملوخيه، كيلو ملوخيه طلعت منه بتاع 3 اطباق. انا كان كيلو ملوخيه ده بجيبه يا جماعه، يعني ما كنت بعمله عند والدتي كانت عيله باكملها بتاكل منه وبيفيد منه كتير. انا ببص لقيت كيلو الملوخيه جايباه ما عاملش الا 3 اطباق ومش كبار كمان يعني، 3 اطباق وسط اهو كده. دي الكيكه اهي طلعتها استوت، بصوا كانت زي العسل والله. وعايزه اقول لكم لما فضيتها في قلب الصينيه جيت امسكها لقيت الصينيه لسعتني، رحت سايباها تاني على البوتاجاز. اما جيت اما كنت فضيت الكيكه لما كانت في الكب وحطيتها في الصينيه، كنت بقول ايه ده هتطلع رقيقه جدا. بسم الله ما شاء الله نفشت وبقت عاليه جدا، بقت عاليه وجميله. كده بحط مكعب مرقه اهو، حط حبه ملح. انا هسقيه بالشوربه بتاعه الفراخ، بس هقول لكم حاجه. آه انا ما سقيتوش، قصدي اسقيه بشوربه الفراخ، بس الرز لما بتحطوا له حبه ملح صغيرين على يعني حبه صغيره قد نص معلقه شاي كده، تكون فيها ملح، وتحطوها حتى لو تسقوه بشوربه الفراخ. فبتلاقي الرز الملح بتاع الشوربه مرقه الشوربه بتاعه الفراخ بتلاقوها ايه، لما تتحط على الرز لا عايزه ملح تاني، ملحها مش مظبوط، لان انتوا حيقتوا الفراخ، يعني حطيتوا ملح للفراخ مش للرز، فيدوب دي على قد حياء الفراخ. لما بتحطوا الشوربة على الرز بتلاقوا الرز عايز ملح تاني. كده بقى اجيب الشوربة اهي، بصوا الشوربة شكلها اصفر وجميل ازاي، ما شاء الله والله العظيم. كانت قرفتهم حلوة تربية الفراخ دهيت. كل ما اروح للراجل عشان اجيب وربي حبة تاني ما بلاقيش، كل ما اروح يقول لي انا بيجي وبيخلص، وانا بروح ايه بالصدفة ما الاقيش، يعني ساعة وقت ما اروح بيكونوا ما فيش. والمشكلة لما بسأله انت هتنزل فراخ ولا لا يا عم، يقول لي ايه احتمال هننزل بعد بكرة او بعد بعده او يوم السبت او يوم الاحد، يقول احتمال. يعني انا ببقى خايفة اروح ادب مشوار اركب لي توك توك والله ب50 جنيه رايح جاي والاخر ما لاقيش. كده عملت الرز اهو، هبتدي بقى احمر الفراخ. اللي يشوفهم يقول فراخ ايه ده، حمام. اللي يشوفهم يقول دي مش فراخ دي حمام، ما تقنعناش. والله العظيم فعلا فعلا بصوا قد الحمامة. وعايزة اقول لكم دول سنهم كان اكبر من الفراخ اللي انا ذبحتها اللي كانت 2 كيلو دي، و2 كيلو الا ربع وكيلو ونص.
دول اكبر سنهم اكبر، لان دول اول فراخ انا جبتها، وفضلوا بقى على الحجم ده مش راضيين يكبروا ابدا. رحت قايله لا، ما انا هفضل اكل فيكم وانتوا مش هتكبروا، هذبح الكبار وانتوا اللي هتفضلوا، وبرضه مش هتكبروا، يبقى على ايه؟ لا والله ابدا، لا والله، لا لا شيء. والله لا اذبحكم انتوا كمان، وذبحتهم والله. بقى صعبان عليا قوي وانا بذبحهم، مش عايزه اذبحهم، بس هقول ايه، انا عارفه انهم مش هيكبروا اكتر من كده. كده بقى طلعت ايه، انا حطيت 4 فرخات، هما كانوا 6 اهم. عرفت بقى كده نبتدي نروح نفطر بقى. انا عندي جارتي اللي قدامي كانت عامله حاجه حلوه ودخلت لي بصراحه، فطبعا احنا كنا لسه فاطرين ملناش نفس الكيكه، انا كلها شويه كده مثلا. رحت قايله الحبيبه ايه، لا انا هحط بقى ايه، هنطلع بقى كده، انا بحط 3 فرخات على قد انا وحبيبه وعيشه، وهنطلع الاكل بره عشان نفطر، عشان احنا كنا صايمين زي ما قلت لكم. هجيب الكيكه بقى احط عليها الشوكولاته، اخرمها كده عشان اصب عليها شوكولاته تخش جواها، وهقطع بقى ايه 3 حتت كيكه كده ادخلهم لجارتي، عشان هي بصراحه حد يعني ايه، عملت حاجه حلوه برضو ودخلت لي وكده. وعايزاكم يا جماعه بالله عليكم ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واللايكات يا جماعه، وتتفرجوا ما تجروش الفيديو ارجوكوا. ارجوكوا، ارجوكوا ما تجروش الحلقة، ما تجروليش الحلقة. اقول تاني. الحلقة ما تجريش يا جماعة، وتحطوا لي لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، قصدي شفتوا اتلخبطتوني اهو. ماشي. و... وتتفرجوا على الحلقة ما تجروهاش عشان يجي لي مشاهدات، بالله عليكم خلي القناة بقى يخش لي منها دخل، بالله عليكم. كده بقى بصوا، انا طبعا تقولي انتي بتاخدي ليه من النص؟ معلش انا باخد من النص عشان دي راحة لحد، فلو كان علينا احنا مقدور علينا، لكن انا عندي بصراحة الضيف او الجار لو بدخله حاجة او اديله حاجة، يبقى احسن حاجة عندي اوديها. بس كده شوفوا، وعايزة اقول لكم كانت جميلة وهشة، وكانت جميلة جميلة. بصوا الهنا والشفا.